خلي بالك ما توقعش نفسك في غلط تندم عليه بقية حياتك. عشان انت لو رحت اي مكان تشتري اي جهاز، اي تلاجة، اي غسالة، اي جهاز كهرباء او اي حاجة هتجيبها، بوتاجاز، غسالة، تلاجة، تلفزيون، حتى لو تليفون موبايل، لو جبته من غير فاتورة او من غير ضمان، اي جهاز جبته من غير فاتورة او من غير ضمان، هتلاقي نفسك بعد فترة، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، لو حصل أي مشكلة في المنتج اللي انت هتجيبه مش هتعرف تعمل له صيانة، لأنه أي حاجة مكتوب في الضمان لابد من تواجد فاتورة الشراء مختومة. فاتورة الشراء مختومة وعليها رقم الملف الضريبي والسجل التجاري. ما ينفعش تروح تجيب فاتورة وتقول ده، يقول لك ده كشف حساب باسم المحل. لازم الفاتورة يكون عليها ملف ضريبي، لأنه الضمان مكتوب في الشرط ده، والشرط ده بيقول لابد من تواجد فاتورة الشراء ضريبية معتمدة بالتاريخ الشراء، من تاريخ الشراء اللي انت اشتريت بيه، متحددة في الضمان. فالأفضل حافظ على حاجتك، حافظ على فلوسك اللي انت دفعتها، ما ترميش فلوسك على الأرض. أي حاجة هيحصل فيها مشكلة من الحاجات اللي انت جبتها، ولو حصل فيها صيانة وحبيت تتصل بالشركة، هيقول لك عندك الأول حاجة، يقول لك فين الفاتورة؟ هتقول له معايا كشف حساب، هيقول لك مش هينفع على طول، عشان ما نزعلش من بعض. معك فاتورة هتعرف تصلح حاجتك، ما معكش فاتورة هتدفع. اللي انت لو انت رحت اشتريت من محل والمحل مش يدي لك فاتورة، يبقى خلاص هتدفع، انت حر. عشان توفر 1000 جنيه ولا 1500، هتدفع لك قدهم مرتين ثلاثة في الصيانة. يا اما هتصلح خارج الضمان، لانه هيقول لك ده خارج الضمان طالما معكش فاتورة ومعكش ضمان. دور على الفاتورة والضمان وانت بتشتري، اهم حاجة اي سلعة حتى لو موبايل. الموبايلات بالذات بتبقى اهم في الزمن اللي احنا فيه ده. اي موبايل او اي تلاجة او اي غسالة لازم تجيبها وانت بتشتري، ما ترميش فلوسك على الارض. اعرف انك انت لو جبت حاجة من غير فاتورة من غير ضمان، يبقى انت بترمي فلوسك على الارض. دي نصيحة مني، لو عايز تاخد بيها انا تحت امرك، مش عايز تاخد بالنصيحة يبقى انت حر. اللهم بلغت اللهم فاشهد. فارجوكوا محدش يشتري حاجة من غير فاتورة من غير ضمان. حافظ على مصلحتك اولا.